دائما اذكر نفسي واذكر الكل يا اخوان، احنا امن واستقرار الانبار وخدمتها وضبط مفاصلها الاداريه هي من اولى اولويات. في ظل الانجازات التي تشهدها محافظه الانبار في الاونه الاخيره والتطورات الايجابيه على جميع الاصعده، وجبت الضروره لمواكبه هذه الاحداث، فلم يتوانى حزب تقدم عن إطلاق حملات كبرى لإعمار الأنبار، حيث انطلقت شرارة الإعمار منذ سنوات عديدة، حيث تعاضدت الجهود لاستحصال الموافقات بجهود حثيثة ودعم من السيد الرئيس محمد الحلبوسي، وبمتابعة سيادة النائب الشيخ عادل الخميسي المحلاوية بعد الكثير من الاجتماعات التشاورية. واستمرت الجهود على مدى السنوات ومنذ عام 2020. اليوم تم على بركة الله الحضور إلى مبنى قائم مقامية قضاء هيت، وبحضور الكوادر المتخصصة من وزارة الإسكان ووزارة التخطيط لإعداد تصميم جسور 2، جسر غرب المدينة وجسر شرق المدينة، وبطريق حولي بعرض 100 متر. حقيقة هذا المشروع هو مشروع حيوي. وبعد حضور الرئيس محمد الحلبوسي والنائب الشيخ عادل الخميسي المحلاوي في عام 2021 اجتماعا للتطوير الحضري والعمراني لمدينة هيت وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها بمشاركة نخبة الخبراء والمستشارين بالتخطيط الحضري والعمراني من وزارتي التخطيط والإسكان والبلديات العامة، وعدد من مدراء الدوائر المعنية في القضاء. يسعدنا اليوم أن نشارككم ما حققناه من موافقات تخص حزمة مشاريع تقدم تنمية حضرية تليق بالمدينة، لننفذ أهم الأفكار والخطط للمشاريع للمباشرة بالقيام بإنشاء جسور كونكريتية عدد 2، إحداهما شرق المدينة والآخر غرب المدينة، ويرتبط بهما طريق حولي على شكل دائرة رودري من جهتي النهر الشامية والجزيرة، بالإضافة إلى مجسرات ومبان أساسية ترافق التصميم.